أعمالنا ونستهديه ونعوذ به من الضلالة والردى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل ولا ضد ولا ند ولا عديل، هو الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، البشير النذير والسراج المنير، الذي ما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا ودلنا عليه، ولا ترك شيئا يقربنا إلى النار إلا حذرنا منه. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته الراشدين وعن تابعيه بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم يا رب العالمين. واجعلنا يا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا على ملتك نموت ونحيا. وتقبل منا اليسير وسامحنا في التقصير، واغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمالنا، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا، ولا تمتنا إلا وقد خلصت بممنا من كل حق يلزمنا بين يديك وتسألنا عنه غدا يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، إخواني المؤمنين، تحدثنا أن الصيام ليس فقط صيام عن الطعام والشراب والجماع، بل إنه أيضا صيام الجوارح عن المعاصي. من لم يدع قول الزور والعمل به لم يكن لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ضمن الأشياء التي ينبغي أن تصوم عن المعاصي اللسان والعين والأذن واليد والفرج، يصوم كله عن الحرام. ومن ضمن ما يصوم اللسان عنه السخرية بالناس، وهذه الليلة سنتحدث عن هذه المشكلة أو هذه المعصية، السخرية بالناس. الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله عز وجل يخاطبنا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا أحد يضحك على أحد، لا جماعة تضحك على جماعة أخرى، لا امرأة تضحك على امرأة أخرى. الضحكة نخليها ليوم القيامة. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. قد تضحك وتسخر من إنسان في أشياء بسيطة. اشتريت أنت حاجة نفيسة، حاجة معينة، لو هي على مستوى قصرنك، هو اشترى كاس فاتر وأنت اشتريت كاس كي، بعدين تقول ما تسر أنت هذا، وتحفظ بيدك كأن من ذي شيء ما تسر من ذي حاجة. عين على كاس بيشتروا النادم وروى تضحك عليه، هذا يدخل في نفسك بدون شك، وتكتب على الإنسان معصية.
عندما يضحكن النساء على النساء، تدخل المرأة بيت غيرها ويراها تتمطط مشافرها. ما هو هذا الموسيقى؟ ما هذا القص؟ على وساقة العرض؟ ما هذا الوسائد؟ سخريا، لأنها معها هي وسائد كياس، ومعهم موكيد حالي، ومعهم العرض نظيف مقصص، وتجي تسخر من النساء الأخرى. الله سبحانه وتعالى يقول لا تضحكوا عليهم عسى أن يكونوا خيرا منكم. هذا الذي تضحك عليه بعض الشيء يجي منزلته عند الله رفيعة، ويجي منزلتك عند الله سبحانه وتعالى وضيعة. بلى نخلي الضحك لا يوم القيامة، ورجع عندي وأنا اشتل منه، وأنا درجتي في الجنة وهو من أهل النار. أضحك راسي لي وأقول ها اقرأوا كتابيه، وأقول هل أنتم مطلعون؟ إنه كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظامنا إنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ الأصحاب في الدنيا بعض الشيء يوم أعداء يوم القيامة إذا كان واحد منهم مطيع لله واحد عاصي لله، ورجع في الدنيا ولو كان هذاك تسخر من هذا، كانوا جميعا في الدنيا. يوم القيامة إذا جاءوا هذاك المسكين في داخل الجنة وذاك الذي بضحك عليه في داخل نار جهنم، ورجع يقول هل أنتم مطلعون؟ أمانة اشتي عين كان معي صاحب، وكان يبقى يضحك علي، وكان يبقى يتلقون علي عند مخطى ناحية الدين واتقي الله واعبد الله، ويجي يقول لي إن جاء أنت الدين حقك حينفعك، والله ما قال لي مدخل الجنة تجاهك، لا قد لا أبو جنة، ويشككني في الله. أمانة اشتي عين صاحبي هذا كأنه هل أنتم مطلعون؟ حاجة أصحابها الذي في الجنة هي نصان عين، قالوا بسم الله، خضوا فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يروه في وسط جهنم. وارجع يقول له هي خاطبه ويكلمك في الكلام، ماذا الحين ما رأيك؟ هذا حق الذي كان يأتون به أهل الدين ولا لا؟ الإنسان يخلي الفشل والفقر، لا يسخر الإنسان على الآخر لا بثيابه، يعيد ويرجع بعض الأحيان بعض الأولاد الصغار ولا يسخر على الثاني بثيابه. ما أنا على ثوب معي، ما أنت الثوب حقك إلا بلاء، ولا ما أنت الثوب حقك بلاء. ها بعض الأحيان بتسوي عقولنا يا الكبار مثل ما عقول الصغار، ولو ما بنفخر بالثياب لكن يفخر الإنسان بالسيارة، يفخر بالموكي، يفخر بالوسائل، يفخر بالقاس، مثل ما الأولاد الصغار كلهم بيتفاخروا بالثياب. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. بعض الأحيان يجيبوا واحد فصيح معه لسان على ما بيقولوا أحلى من العسل، وإنسان عي ما بيستري يتحاكى، بعدين الذي هو عي يتحاكى ويقول أشياء الأخطاء البقعة الفلانية كذا، يقول يا أخي حاجة ما أقدر عيجمك فيه، بيسخر منه مكان ثاني على غط الصبح، ما بيدرك أنه بيجرح، هذه الكلمة بيجرح بيضة، وهذه الذي بيمكنك قد يجيه يوم القيامة في درجة رفيعة في الجنة، نجح في اختباره. وأنت يا أيها الفصيح يجي وانت فاطلع فرآه في سواء الجحيم. ما هي العبرة بالفصاحة، ولا العبرة بالزنهقة، ولا العبرة بالقبول واجتماع الناس حول الشخص، ولا العبرة بالذكاء. العبرة منه الذي أدرك أنه عبد لله، الذي أدرك أنه عبد لله وعرف سلم نفسه لمالك السماوات والأرض. وأنت يا أيها الفصيح الذكي اللبيب قد تسلم نفسك لهوى، لشهوة، لبشر مثلك، لشيطان رجيم من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن، ويوم القيامة يجي ينتهي من أهل نار جهنم. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. لماذا كرر النساء؟
القوم يشمل الرجال والنساء، فلماذا خص النساء؟ لأن السخرية بين النساء أكثر، السخرية والاستهزاء. المرأة تسخر على جارتها أو صاحبتها في زوجها، تسخر منها: أنت زوجك ما يحنقك، أنا زوجي يحنقني، مثالي، ما أعطاني. قد تسخر ببيتها، تدخل بيت غيرها ومعاهم أماكن صغار، مساكين الله على قدرهم، وهم معاهم شقة ومعاهم أماكن كبار، ما هذول الأماكن حسبنا الله ونعم الوكيل، اتيناها الغمة حقهم لهم، ما بيقول اسكنوا فيهم، يتينها غمة ولا كافر بيتهم قدم راضين به، لا يسخر الإنسان منهم. كما قد يعرضوا عليك للبيع ويقولوا اشتريه، التي في عيوب البغل على ما بيقولوا، يقول الأماكن صغار والبيت ظلمي والسرق ما هي لشيء، قد عتتيك أنت عتشتري منهم، لكن ما دام حقه لا تكسع الإنسان في حقه. بعض الأحيان قد تسخر المرأة من المرأة في جمالها، في أولادها، ما هم دول الأولاد معاكم تقول كباء ولا تقول كذا ولا تقول كراتين ولا تقول فوم ولا تقول، ما جالهم حقهم أولادهم. بعض الناس يصدرون هذا الكلام وما بيحس، ما بيسمع قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هل يحب الإنسان أن يكون ظالم؟ هل يحب أن يكون ظالم؟ هذا يعتبر ظالم الذي يسخر من الناس أو يستهزئ بهم أو يناديهم بألقابهم، يعتبر ظالم أو يتبع عوراتهم. الإنسان يجعل المعيار معيار الله والميزان ميزان الله. كان في وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة سوداء بتلف القمامة من المسجد، فقال رسول الله في معنى حديث أنها فقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، ما عدت نيرانها. قال أين هي؟ قالوا يا رسول الله ماتت. قال هلا آذنتموني فأحضر قبرها؟ ما لكم ما تحاكوني، نفسي يحضر دفنها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويجيبوا هناك أناس مثل النجوم، رجال ولا نساء وكبار قوم، ورسول الله ما قدر يحضر جنازته، وإذا حضر ما بالله قصور من باب مصلحة الإسلام. وهذه امرأة سوداء مسكينة الله، ما فيها خلق ولا فيها كذا، لكن فيها إيمان. ويقول لهم رسول الله أين هي؟ ما عرفت فلانة. قالوا يا رسول الله قد ماتت. قال هلا آذنتموني؟ قال حاكموني، نفسي يحضر قبرها، نفس رسول الله يصلي عليها ويحضر فوق جنازتها، لأنها مؤمنة، المعيار الإيمان. وامرأة أخرى كذلك كانت تتكشف، كانت تصرع، بيجيها مرض الصرع ترمز، تصرع وتتكشف، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله أن يشفيني. فقال رسول الله إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت ما دام فيها جنة يا رسول الله أصبر على المرض، لكن ادعي الله أني ما كنت أتكشف، فين أستحي عندما أصرع اتكشف عورتي، ادعي الله أني ما كنت أتكشف، ولا من المرض جهد يصبر على المرض ما دام بعدها جنة.
والإنسان يكون ينظر إلى هذا المعيار. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يتأمل الواحد عسى أن يكونوا خيرا منهم. ما تدري ذيك الذي تسخر به من شكله، من ثيابه، من كلامه، من حركاته، من بلادته. هذيك الإنسان الذي تضحك عليه بعض الشيء يضحك عليه يوم ثاني يوم القيامة والله في منزله رفيعة، وأنت يا من كنت تعتبر نفسك مالك تيجي وهناك في السداد كما يداس البر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب، الذي ما يرضى يقلع، ما يرضى يترك هذا الأمر، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ظلم نفسه وعير عاقب الظلم ولو ما راها اليوم في الدنيا قصته يضحك يسلي على قلبه، لكن كما في حارة الدموع دم، هو يدرك حجم خطأه وحجم سخريته. فالإنسان عليه أن يحاسب على لسانه. بعض الشيء يسخر الإنسان بغير كلام، بنظرات عينه، بمضمضة شفتيه، بإعراضه. ما بيرى أن هذا الذي بدعيه يستحق الجابه منه، ما بيرى لو يدعيه عينه ممكن لا بشك عينه ما تشتي ما يصلك إليه، ولو هو واحد ما له شيء يصلك إلى هذا الإنسان. الواجب يجي والناس في قلوبنا بقدر قيمتهم عند الله. قيمة الشخص عندك الواجب يجي بقدر قيمته عند الله. وكيف تعرف قيمته عند الله؟ بقدر قيمة الله في قلبه. إذا الله ملأ قلبه تعرف أن له قيمة عند الله كبيرة، بترى في لسانه، كلامه، حركاته، تعاملاته كلها حركات خوف من الله، معناها الله ملأ قلبه، هذا له عند الله قيمة كبيرة. وهذاك الإنسان المهنجم الذي ما بترى الله لا في لسانه ولا في قلبه ولا في حركاته، ما في خوف الله، واضح ما في خوف الله، ما في تقوى الله عز وجل، الله ما بحثه في قلبه. هذا الشخص الذي بهذه الطريقة اعلم على أنه ليس له مكان عند الله سبحانه وتعالى. نسأل من الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أحسن عباده نصيبا عنده وأقربهم منزلة منه وأقربهم منزلة لديه، إنه على ما يشاء قدير بالإجابة قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.